السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباراتكم؟ النهاردة ان شاء الله هنعمله ايه للشنطة، الحبل بتاع الشنطة. إيه ده ممكن تدخليه في اي شنطة وتتعاملي معاه، فده النهاردة هنبدأ نتعامله بيها. يلا بينا. انا هعمل غرزة عقدة البداية، وهرتفع بستور الطول اللي انا عايزاه. هعمل سلسلة طبعا، انا ما بعدش، انا برتفع الطول اللي انا عايزاه كده. بعمل طبعا كده السلسلة، انا مش بعد، انا عايزة طول معين عشان احطه في اعمله للشنطة، اي شنطة ايا كانت. فانا برتفع بطول معين، يعني برتفع بطول انا مش محددة، اقصد يعني انا مش محددة، انا كل ده برتفع بسلسلة. اخلص ونرجع لكم اوريكم هنعمله ايه فيها. ورجعنا تاني، انا خلصت كمية السلاسل اللي انا عايزاها. تمام، هعمل ايه؟ هخش في اول واحدة واعمل غرزة منزلقة، وهمشي كده على كله. هخش في اول واحدة هعمل غرزة منزلقة بحيث ان هي تبقى جامدة. تمام، اخش واعمل غرزة منزلقة. بس انا بخش في كل حلقة، في كل غرزة يعني، وبعمل غرزة ايه؟ منزلقة. هو ممكن تعمليها حشو، بس انا مفضلة المنزلقة عشان تبقى جامدة شوية. بس اهي الشكل هيبقى كده. تمام، ده اللي احنا عايزينه. هخلص طبعا السلاسل، انا عامله طول السلاسل اهو، اخلصها كلها ونرجع لبعض. ورجعنا تاني يا حبايب قلبي. ده الشغل كله ايد الشنطة. لو حابة تعرضيها بتشتغلي سطر كمان، بتبقي من فوق تاني لو حابة تعرضيها. اهو ده الشغل كله. لو حابة بتخشي بقى من هنا، بصي بتخشي، بتيجي بتخشي كده كده كده، بتخشي بقى بين الحلقات كده اهو، تخشي بين الحلقات كده. طبعا عشان انا ما عرضتهاش، فانتي لو حابه تعرضيها كده اهو بتخشي وتشتغلي برضو غرزة حشو. وبكده تكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. اشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.